تجلت كرة القدم بأبهى حلة وأرقى لوحة وأحلى منظر في رسم صورة هذا الإنسان زين الدين زيدان. مش ممكن خليني نحكي، خليني نعبر، خليني نريح ونرتاح. مش ممكن يا زيدان نهاية كأس العالم والدقائق الأولى و0-0 وتضرب الكورة بهذه الطريقة ومع من؟ مع جيانلويجي بوفون. كم أنت كبير يا ابن الصحراء يا زين الدين زيدان. أمانة يا ليل طول وهات لي العمر من الأول. أمانة يا ليل طول وهات لي العمر من الأول. الاوتوغراف عادي اعتيادي من لاعب استثنائي زين الدين زيدان. بالفعل أسطورة زيزو زيدان زيدان. زيدان غير زيدان، المطر يمطر وطلته تمطر على القلوب وتخفض لها القلوب ودقات القلوب ونبضات القلوب. شوفته بس كده. وحقق كما قالوا بأن فرنسا أرملة من بعد زيدان. وأرى أن فرنسا كلها أشبه بعائلة واحدة بلا أب بعد اعتزاله، بلا أب. فرنسا والشعب الفرنسي عائلة واحدة بلا أب، وهو زين الدين زيدان. يا سلام يا الله يا الله، ما الذي يحدث أمامك؟ زيدان أنت البطل يا جماعة. ما يفعله كريستيانو وإبراهيموفيتش وميسي وآخرون بالكرة اليوم كان يسويه زيدان وهو واقف. اي والله وهو واقف وبأريحية يحط كرة على رجله، يحط رجله على الكرة وهو واقف، ويخلي حوله وحواليه الناس تتحرك وهو واقف. تتكلم عن زيدان وعن استقبال الكرة الذي يضرب به المثل عندما تكون الكرة عالية فيقفز ويستحوذ عليها بقدمه اليمنى. تتكلم على حطاته بالصدر، تتكلم على هدفه الذي تجلى فيه كرة القدم بأجمل حلة في مرمى بايرن ليفركوزن. ويا للسعداء يقولون في عالم كرة القدم أن من شاهدوا هدف زيدان في مرمى بايرن ليفركوزن في نهائي دوري أبطال أوروبا هم أسعد الناس في مشاهدة ذلك زيدان يلعب دقيقة كانوا في كرنفال. ما هذا يا زيدان جميلة جدا. ينطلق زيزو مراوغة ولا بالأحلام. كورة مراوغة روعة. ما هذه الراحة، ما هذه القوة الشخصية. كبير أنت يا زيدان. المشهد الأخير، مشهد الختام، لحظة الاختتام كيف ستكون يا أحلى عنوان من 20 سنة. زين الدين زيدان. وزيدان يدخل التاريخ. ما أكبرك يا زيدان والله أكبر. ناس تجي وتروح ما هدت القلب، وناس تروح وتاخذ القلب معها. هذا هو بالتحديد زيدان ناس تروح وتاخذ القلب معها. زين الدين زيدان اعتزلت فاعتزل الكثيرون كرة القدم ومتابعتها. يريدون زيدان آخر، يريدون زيزو آخر. من أين للعالم بزيزو؟
انت على كده بقى جاي لوحدك ولا معاك حد؟ انت شايف ايه؟ انا مش شايف حد. ياض انت ما جيتش. يعني كل ده ومش شايف حد؟ بصراحة لا. هو انت باعت صوتك وبعد كده هتظهر؟ ما انت هتقولي لو عينيك دي ملهاش اي معنى هخزقهم لك. مش مصدقك. انا شايف قدامي جرعة كدابة. كدابة ليه بقى ان شاء الله؟ على اساس اللي هيحصل فيك بيقول كده.